خير قتلوه في الصراع تاعهم من بعضهم كاع هذوك روح من ذاك الوقت وروح جاي. اسماعيل العماري قتلوه مروح جاي، قصدي مربح قتلوه، قلت لك روح من دو زمان وروح جاي. حتى لقيت صالح اللي قالت لهم كاع رقدوا، هذيك الضربه تاع لقيت صالح هذيك كاع قالت لهم رقدوا وانا نغطيكم. بعدها زادوا مرقوها وبروفاو وبعد رفدوا كاع جماعه لقيت صالح كاع راهم الان في البلوك دي في السجن العسكري بالبوليده، وراهم قاعدين مقابلين بعضهم ويشوفوا بعضهم، والاخرين يستنوا في التور. وكل يوم وكل ساعه مره يجيبوا لك تبون رايح الى وزاره الدفاع من اجل ان يمضي وزياره وكذا. ماهوش فاهم في جدها ترن، ماهوش فاهم في جدها بولون، راه يشوف والسلام. جماعته خايفين يدفعوا فيه الدوزيام موندا لانهم عارفين باللي البوزله اللي فتحهم غادي قاعد يترحاو. بداها من بوعلام وروح جاي من اقرب الاقربين، بوعلام عبد اللطيف بالقايم سعيد سعيود وجماعه كليكا كاع اللي معاه كاع اللي في الرئاسه والوزراء ورزيق فايده واحد ما يطيقوه، واحد ما هم طايقينه. هذو هما احنا المواضيع اللي نهضروا فيهم خويا. احنا ما نهضروش على هنا على كيلوطا ولا الاخر اللي قال لك احنا لا خاطينا البوليتيك والتيك توك تاع ضحك. تيك توك احنا جاو نضحكوا فيه، روح اضحك اخويا ودي معاك الزوامه اللي كيما انت وروح اضحك معاهم فيه. احنا ما نضحكوش هنا خويا، احنا كي نبغوا نقصروا ولا نديروا موسيقى ولا هذه بصح دائما السيتياسيون تاع البلاد فيها هضر فيها. لا ما هضرتش فيها ندير لك اغنيه تاع دوبل كانو. اليوم ما هضرتش ندير لك موسيقى تاع دوبل كانو. باين السوجي تاعو. قال لي غاز كان يطيح لك عاود يمشي. ما خليني نقول لك ما تخنش كاين ناس يتفرجوا فيا، خلي باغي يطيح ولا لا باغي يسب ولا. انا قلتها لهم هذا اللي قال لك كان يطيح لك ولا ما يطيح لك يا خويا يطيح ما يطيحش، اللي راك باغي يروح يقود التبون ويقود العبله ويقود الكبرانات تاع بن عكنون ويقود لك جماعه السفاره، يا روح لهم نورمال بلا ما دير امير سبه وتقعد تخش. داروها من قبلك وداروها وراهم يعرفوه بالناس، يعرفوا جماعه لاصيوك يا وداروها مليون واحد قبلكم. روحوا لهم نورمال، روحوا لهم وطيحوا في حجرهم وتمرغوا، والحجر تاع عبله كبير يرفدكم كاع يتسع لكم. روحوا ولعبوا في حجوراتها، روحوا. علاه زعما انت حتى تسب امير ولا تسب فلانه ولا تسب فلان اللي عندهم مواقف تاعهم مع مجيت عبله باينه وصارحه. روحوا لهم ديريكت اخويا، ما فكاش مشكل، حتى بروبليم ما كاين، نورمال عادي. ولا تقبضوا الناس تقول لهم اللي يطلع مع امير يدوي الحبس، اللي يطلع انتم شنو كنتوا ديروا عندي بيكون اللي يطلع مع امير يدوي الحبس؟ شنو كنتوا ديروا عندي؟ شنو كنت نقلل لكم انا هنايا وانتم ما تركسون؟ المهم باش تفهموا خوتي، قلت لكم باللي الجماعه راهي تدمر في تبون للدوزيام موندا، وهو ماذا بيه من جهة ثانية خايف يخرج من الباب الضيق، من جهة ثالثة الجناح تاع تبون خايف انه يلتحق بجناح القايد صالح. جماعة القايد صالح بالمناسبة اخرهم ادى 20 عام. راك تسمعوا فيها الباديسيين وبوصبع تحية بابانا القايد. هذه نعطيكم معلومة، كل جماعة القايد صالح، انا نهضر لكم على جماعه القايد صالح ماشي بوصبع والخرطي تاع ختيتيل واللي راهم خدامين كوانيش عند عبله دروك لا، هذا لكم على اعلى الهرم، جماعه قياده الاركان. لان قائد الاركان هو واحد، اما قياده الاركان هي مجموعه. جماعه قياده الاركان كامل اللي كانوا مع القايد كاع راحوا بعشرينات. النسخه الثانيه أو المحطة الثانية من سيكون خليفة شنقريحة هو عثمان عثمانية. دروك انت يا شنقريحة باغي تروح تتهرد مع عثمان عثمانية، هذيك حاجتك. راك باغي تسمح له وتخليه يدي لك البسط تاعك، هذيك حاجتك. راكم باغي تتعلى العوضال ومانيش عارف انايا هذيك العفسه هذيك اللي موالفين تاع دين الحقنه بسرعه محتاجه القرعه، هذيك حاجتك.
المهم اللي باغي نقولها لك ان عثمان عثامنيه في التسخينات، وما تقولش بلي امير راه يسخن لي في الفرفاره، لانه قبل شكون يشهد من الخونه، نبغي الشهاده والتغرغر والتنرجيس يا جدكم، شكون يشهد قبل ما يقتلوا القايد صالح بسيمانتين، قلت له غادي يكملوا معاك في الايام القليله القادمه ارفد دوزانك والى جهنم وبئس المصير. سمانتين قلت له القايد تدبر على هربه، قلت له راهم كملوا البلون وقعوا للتنفيذ في الايام القليله القادمه يا من عاش. شكون يتفرج؟ غرغروني غرغر. لما لا بعد اسبوعين من تصريح امير ديزاد وداولوه العديد من المنصات، قال لك كيفاش امير يضرب خطر مال، امير كيفاش ما هي لا خطر مال لا والو. كاين حاجه يسموها الغرفه الكحلاء، ويدخلها امير الوقت اللي يبغيه، الوقت اللي يبغي يدخل للغرفه الكحلاء ويدير هاك ويدير هاك ويدخل مديكيزي بالنوار به ما يبانش. هذه هي. ويدخل يقرا الوراقي ثم اشتكين واشتمكاش، يقرا طالع ويعطيها في هدوء وصمت، في هدوء وصمت. إما لا. النقطة الثانية، عثمان عثامنية في إطار التسخينات يا شنقريح. اليا سمعتوا بعثمان عثامنية راهو مرض مسكين، فراكم عارفين مرضاه منين وضره وين جا. واليا سمعتوا شور راح إلى وبئس المصير، فراكم عارفينها. هذه باش هكا باش مع بداية العام الجديد نسقيكم باش غدوة تصبح تسخن في روحك شنقريحة، كتلك غير البول والتش، ما راك دير حتى هدا هاد الايام. نوض البوسطرة في اللعب. وتبدا العقليه ويجيكم، وطبعا غادي يجيكم عثمان عثامنيه من دروك غادي نقولها لكم، غادي الاسطوانه اللي يجيكم بها. نزيد نخبركم الاسطوانه وطريقه التفكير تاع عثمان عثامنيه كيفاش يفكر يا بوسبوع باش تزهى. انا نعطيك باش تزهى، حنا ماشي اللي نبغي ننتقدوا، حتى انتم نرفعوكم المعنويات يا بوصبع. انا نعطيك باش تزهى، وباش تكتب عليه المنشورات الزينين، وباش تناقر به الاحرار في الفيسبوك وتزهى به وتسخن الفرفاره. الاولى غادي يجيك على من الخطر. المخزن يتآمر علينا. وقولكم نكملوا لا سويت تاع الفيلم الاول. هيا واش نديروا؟ نرفدوا المواشين تاعنا ونرفدوا دوك البراس ونرفدوا قهاوينا ونرفدوا اموراتنا وشيراننا ونروحوا نديروا شي مناوره ولا زوج ولا ثلاثه في تندوف ولا في بشار ولا، وتكمل المسيره. وبقوا ها المغرب ها المخزن ها الدنيا هكذا، وحنا نزيدوا حتى 40 سنه في الحكم واحد اخر، وانتم بقاو لاهيين غير في ذاك المشروع، بقاو لاهيين والتقرير المعصير والبوليزيرو، والقضيه ماشيه وهما قاعدين في السلطه والسلام عليكم، وانت قعدت تهايط في من تنقز من تيك توك لتيك توك تسب في الناس والمستشار تاع تبون. قصة هذيك المعلومة حول الصراع القائم بينه وبين بوعلام باش نفتح لكم قوس ربما اللي ما سمعوش. بوعلام كي حكيت على بوعلام هو أقرب المستشارين وأقوى المستشارين عن تبون، هو أقربهم إلى تبون لأسباب ولعدة أسباب. أقربهم لأنه ابن المنطقة تاعو، مع تحياتنا لخوتنا في مشرية وفي عين الصفراء، هو بتبون من مشرية، دائرة مشرية ولاية النعامة، وبوعلام من دائرة عين الصفراء ولاية النعامة، ينحدران من نفس المنطقة، وكبر في مشرية. بوعلام اشتغل قاضي وخدم في وزارة العدل وخدم في عدة مناصب قضائية.
بعد حل جهاز DRS، جهاز بكري تاع DRS كان يسموه دائرة الاستعلام والأمن. هاد الديبارتمون تاع DRS هي اللي كانت ماسكة جهاز التنصت، وتسمع به كل المكالمات التليفونية للمسؤولين، يسمعوهم ماشي باش يحاسبوهم ولا باش يسمعوهم باش يشدوهم ملفات على بعضهم البعض. بعد ما حلوا هذا الجهاز وأصبح هذا الجهاز بعد ما كان جهاز مستقل وعنده كامل الصلاحيات، هو جهاز تاع مخابرات إرهابية كما يعرفها عامة الشعب الجزائري، تم ضمه إلى رئاسة الجمهورية تحت اسم DSS، غيروا لها الاسم. فحولوا هذا الجهاز تاع التنصت إلى وزارة العدل، واللي كان ماسكو في وزارة العدل كان ماسكو بوعلام تصنت، كان يسجل كل المكالمات تاع كل جماعة كلوب ديبا. كلوب ديبا هي محمية، اللي ما يعرفش كلوب ديبا هي محمية للعصابات. إقامة الدولة مخصتها الدولة فقط للعصابة، شكرا كنكس، مخصتها العصابة فقط لأزلامها وجماعتها اللي المقربة لها. في كلوب ديبا ما كانش غير لي فيلا والشاليات، باش تكونوا في الصورة خاوتي وتكون عندكم معلومة. كلوب ديبا فيها حتى طاحت لي البريكة. كلوب ديبا فيها حتى واحد الباطيمات صغار ماشي باطيمات ولا باطيمات صغار، عمارات صغيرة دايرين فيها كل الصحفيين اللي يشتغلوا في القناة الأرضية اللي يجيبوا فيها الدحدوح، مسكنينهم هذوك. علاه تقولي عليه يكذب عليك تاع 8، وعلاه تاع 8 يقول لك الجزائر راهي في الرياضة وراهي في العالمية وراهي يكذب عليك لأنه عايش هو في كلوب ديبا. كل الخدامات بداها من المدير إلى مدير القناة إلى مدير الأخبار إلى الصحفيين نورمال، هادو قاع يسكنوا الداخل في كلوب ديبا، عاطينهم باطيمات تما الداخل. يعني ما يعيش معاك حبيبي، يعني ما يسكنش معاك، ميرسي مروان، يعني ما يسكنش معاك، يعني ما يعانيش كيما انت، وما يخلص الفاتوره تاع الضوء اللي انت تخلصها، وما يخلص الفاتوره تاع الماء اللي انت تخلصها، وما يخلص الفاتوره تاع التليفون اللي انت تخلصها، وما يخلص الفاتوره تاع الانترنت اللي انت تخلصها، وما يخلص الكريه اللي انت تخلصها، وما يشريش دار ما يحتاجهاش دار، وما يعومش معاك مام با العوم، وما يعومش معاك السباحه، وما يسبحش معاك لان عندهم البحر تاعهم تاع كلوب ديبا يعوموا فيه غير هما في بعضهم. والصالات وما يصليش معاك، عندهم جامع الداخل تاعهم وحدهم. البوسطه وما يديرش معاك عند لابوست، ما يديرش معاك لاشين باش يخرج دراهم، وكي تكون كاينه ازمه تاع سيوله ما كاينش دراهم في البوسطه ما يديرش لاشين، لان عندهم هما البوسطه تاعهم الداخل. وكنت خرجت لكم كاع صور وفيديوهات تاع هذا الاخر، ومن بعد نعاود نخرج لكم فيديوهات واحده اخرين الداخل عندهم في كلوب ديبا. يعني عندهم دوله في دوله، يعني هذو كي تقول عليهم مجموعه انفصاليه داخل الجزائر، فتقدر تقول باللي كاين مجموعه انفصاليه قانونيه داخل الجزائر اللي هي كلوب ديبا وموريتي، بالقانون وبكلش، ومنفصلين عليك، عندهم كلش. البومبيه تاعهم عندهم الداخل تاع هذوك تاع الاستعجال، كلش عندهم الداخل، دايرين دوله في دوله الداخل. والمواطن الجزائري ممنوع عليه يدخل باي قانون ولا باي صفه، ممنوع عليه يدخل هذه كلوب ديبا، الله اعلم. المهم، ميرسي سلام خويا عزابه، هابي نيو خويا. مالا هنا باش تفهم وتعرف العفسه كي راهي تدور. المهم، هذا بوعلام كان يتصنت على جميع، شكرا خويا سليم عزابه ربي يخليك. هذا بوعلام كان يتصنت على كل المسؤولين، حتى تبون اون بيرسون كان يتصنت عليه في التليفون. بوعلام حتى تبون كان يتصنت عليه بوعلام. حتى زوجة تبون اللي هي قادت عدة مشاريع ونهبت من الخزينة العمومية بطرق احتيالية. بالمناسبة هذه لازم تعرفوها، زوجة تبون الشيخ بلا الزهرة
اللقب تاعها الشيخ بلا واسمها الزهرة، اللي هي الزوجة الثانية لتبون، لأن التبون متزوج الأولى من ولاية بشار والثانية الزهرة الشيخ بلا من ولاية أضرار. هو كي اشتغل والي في ولاية أضرار اتزوج وتعرف بهذه العائلة وصهرهم ناسبهم. تبون هذه اللي عايشه معاه الزهره باش تكونوا في صوره هي الزوجه الثانيه، لازم تكونوا عارفين وعندكم المعلومه. شكرا سليم خويا. تكون عندكم المعلومه ان هذه الثانيه، اما الاولى عندها معها ولد اللي هو محمد اكبر اولاده وسامح فيه وسامح في امه، الاثنين مع بعض سامح فيهم. وباش ما نظلموش الزوجه تاعها الاولى، الزوجه تاعها الاولى عانت من تبون وانظلمت منه وانحقرت، باش نقول انا شوفوا الثقافه تلقى غير صراحه عندنا. انظلمت، شوف ماشي تقولوا راه غير اعطاكي في الناس كاع، نو، هي بروحها كانت ضحيه وانظلمت وانحقرت ورماها. وولده هو وزير وينهب ويطربق لها في جد باباها وزير. تبون مي كان وزير ولده يخدم طاكسيير، ولده يخدم طاكسيير في بشار. المهم زوجة تبون كيفاش كانت تسرق وكيفاش كانت تحتال. زوجة تبون كانت دايره جمعيه سواديزون جمعيه خيريه، ميرسي خويا سليم، دايره جمعيه خيريه سواديزون كيما الجمعيه الخيريه اللي كانت دايرتها فريده سلال. فريده سلال كذلك كانت دايره جمعيه خيريه يسموها جمعيه امزاد، وين في تمرست. ايماجيني فريده سلال من قسنطينه هبطت حتى لتمرست، علاش؟ تنافيكي. شفتوها خاوتنا تمرست ولا ما شفتوش؟ اللي راكم في اقصى الجنوب الجزائري، اقصى الجنوب وين تكمل كاع الجيري لتحت، يجوا مال وانتم تعرفوها فريده سلال. ما كاش واحد في تمرست ما يعرفش فريده سلال، وما كاش في واحد في تمرست ما يعرفش من هي جمعيه امزاد ومن وراء ما يسمى بجمعيه امزاد. هذه يعرفوها كاع خاوتنا في تمرست، ولكن كاين خاوتنا ما تمرست راهم يكتبوا لك تعليق. هي ثاني زوجة اللي راحت دارت جمعيه في تيمزاد وما تجيبش كاع الخيط وما تجيبش كاع الرياض كيفاش راه يمشي، راحت كاع ولتمرست كيما داروا حداد وجماعه روحوا يدوا الاراضي في البيض في الصفاح يدوا بالالف 2000 هكتار. هو واش خاصه من هذيك 1000 2000 هكتار؟ هو خاصه من ديك 1000 2000 هكتار خاصه باش يدي الدعم الفلاحي، خاصه الدعم الفلاحي، ما خاصهاش الصفاح. ولا يروح يدير لك سعداني يروح يدير لك الاراضي في الاخر في واسمها في جويه واتسوف والرمله والدنيا. خاصه هو الرمله، هو خاصه في ميزاك الرمله، خاصها الهكتارات. وكلما زاد كل ما تزيد المساحه كل ما يكون الدعم اكثر. ما ينجموش يعطوك استصلاح تاع اراضي، احكي على الصحراء من بعد نحكي وقت الزهره. ما تنجمش تحكي على استصلاح، ما تنجمش تقول استصلاح، ما تنجمش تقارن واحد عنده هكتار يدي سومه كيما اللي يدي 1000 هكتار، لان كلما زادت المساحه في الاستثمار في الاستصلاح كلما زادت الاموال اللي تدي. ومن بعد واش داروا رواحهم؟ غير هما داو هاد الصوالح هذو تاع الاستصلاح والالاف الهكتارات والدعم الكبير. واش داروا؟ راحوا محاو على الزوالي هذاك اللي عنده هكتار وخمس مش عارف انا 100 ار ومش عارف هذوك واش داروه؟ ما يدوكش يدوا واحد قطع واحد شجره تاع زيتون واحد مش عارف انايا تريكتور، وحتى بالنسبه لهم ما كاش كاع. هما دخلوا في وسط هاد الناس داروا بهم الطريق وداو الملايير الممارس. عمار سعداني وحده دي 300 مليون اورو، 6000 مليار ديها وحده دا 6000 مليار فيما يخص الدعم الفلاحي. ومن بعد واش داروا رواحهم؟ راحوا ريحوا داروا رينيون وقالوا نمسحوا الديون لبعضنا البعض. قالوا بصح تجي مارقه، قال له لا ما تجيش مارقه، لان كاين بزاف اللي داو الدعم الفلاحي. يقول لهم هذا دا تريكتور دا ما تهمش، حنا المهم دخلنا في وسطهم. اللي داوه كمشه تاع العصابه ما يعادل مئات المرات ما داه كامل الشعب ماشي كامل الشعب الجزائري، كامل اللي عنده اراضي ودا شويه منه قوطاقوط ومليار و600 مليون اللي داوها العصابه يعادلهم. وهو هذا هو الهدف. ومن بعد واش داروا؟ كانوا زوج امور، كان لونساج وكان الدعم الفلاحي. لونساج خلاوها معلق بالشباب لانه ما خاصهمش لونساج، هما العصابه ما خاصهاش لونساج لانها كريات حاجه اللي تعادلها مليح وتفوقها اللي هي الدعم الفلاحي. وكانوا بريباري لواحهم الاراضي، واحد ما عنده متر تاع ارض
اصبح حداد عنده الاف الهكتارات في البيض، واصبح الاخر عنده الاف الهكتارات في سيسيفا، والاخر عنده الاف الهكتارات في اضرار، الاخر عنده الاف الهكتارات وما ساكنينش ثام. يا المشكله ما هو الساكن ثام، هذا اللي تعوق لك مخك. انت حدد ساكن في البيض، حدد كان ساكن في البيض ما عنده الاف الهكتارات. فريده مرت سلال كانت ساكنه في تمراست باش عندها الاف الهكتارات ثم، وعندها الجمعيات وعندها مش عارف واش، جا خدم والي في تمراست وعطاها. مالا باش نرجع لك مرتبون كمل لك القصه. امير دولار، شكرا خويا العزيز، كثر خيرك خويا العزيز، ميرسي بوكو امير، مخلوفه لك خويا، مردوده لك خويا العزيز. انت في ميزك فريده سلال واش دير؟ تروح ترفد، ثانك يو لاريسا، ثانك يو. تروح فريده سلال ترفد الاموال تاعها. ميرسي امير دولار، ما تكلمش روحك خويا العزيز. شكرا خويا، شكرا امير، شكرا مخلوفه لك، مردوده لك خويا العزيز. تروح فريده سلال ترفد اموال طائله من خزينه الدوله تحت غطاء الجمعيه اللي دايرتها هي جمعيه سواديزون خيريه باش تنهبهم، ومن بعد بلع الدوسي. ليومنا هذا ما استدعوش فريده سلال فيما يخص الاموال المنهوبه عن طريق جمعيه امزاد اللي هي دايره كوارث في تمرست ولا زالت تنشط. جمعيه امزاد اللي يقول لك الجزائر جديده. اثنين، مرتبون تمشي على طريق نفس الطريقه النهج تاع فريده سلال. مرتبون واش دير؟ هادو زوجاتهم شوفوا كيفاش يخدموا بنساهم. تبون يخدم مرتو، شنقريحه يخدم بمرتو، مرت شنقريحه وكنت حكيت عليها في قضيه الناحيه العسكريه الثالثه والتموين تاع الجيش. مرتبون تروح تكري نفس الطريقه ودير جمعيه المقر تاعها وين؟ في القبه في الجزائر العاصمه. تكري جمعيه خيريه سواديزون تقول هادو تبارك الله عليهم، هادو ناس تاع خير، هادو ناس، ميرسي امير، هادو ناس تاع ما شاء الله، هادو ناس. امير دانا ميرسي خويا العزيز. هادو ناس وهادو ناس. ولكن في الحقيقه لما وقعت التحريات حول، ميرسي خويا امير، لما وقعت التحريات حول قضيه البوشي، ميرسي سليم عزابه، حول قضيه البوشي، واش صرا؟ واش يصرى في قضيه البوشي؟ هي اكبر شحنه ادخال شحنه مخدرات الكوكا الى الجزائر ب 700 كيلوغرام، اكبر شحنه في افريقيا، اكبر شحنه في افريقيا. ايه كنتوا تقولوا لنا المخدرات وحكمناها في مغنيه وجايه من وجده والدنيا، ايه هو 700 كيلوغرام، وين راه ليستوار تاعها؟ زعما تخلع فينا ب 10 كيلو 15 كيلو قنطار تاع زطله. الجواج تاع الجزائر، الجواج اللي يجوج عندنا في الجزائر بالك يكمو في العام بالك يقروا 50 قنطار تاع زطله، بالك غير اللي يجوجوا لي بروكورور راهم في الجزائر يكمو بالك 7 قناطر تاع زطله في العام ولا 10 قناطر ولا 200 قنطار يكموها غير اللي يجوجوا لي زوفيسي. اما 7 قناطير تاع بيضاء ضربوا لنا. المهم كي داروا التحقيقات في قضيه الراس المتهم في القضيه تاع 700 كيلوغرام، صح ظهر ابن تبون هذاك جابوه واجهه. اما اللي كان عنده العلاقه المباشره وسحبوا الاسم من الملف تاعو في باب جديد وين داروا التحريات تاعو حمص وديزون، كان اسم التقلع، كان زوج اسامي تقلعوا ماشي اسم واحد. من بين الزوج الاسامي اللي تقلعوا في الملف شكون؟ الشيخ بلا الزهره، الشيخ بلا الزهره زوجة طبون. لماذا؟ واش هو الدور تاعها؟ لانها هي من كانت في علاقه مباشره مع كمال شيخي اللي هو كمال البوشي عن طريق الجمعيه اللي كانت تديرها، وغطات ودارت قالب وقالت لهم لا انا كانت عندنا معاه غير علاقه لان احنا عندنا جمعيه خيريه وكنا نقتني من عنده اللحوم المجمده اللي تجي من البرازيل. هذه قضيتك. داروا دي في دي وفوتوا ولده في الوسط. ولده واش هو لو رول تاع ولد تبون؟ ولد تبون
كان اكبر بزنس ناهيك عن الغبره وهاد الصوالح، اكبر بزنس فيما يخص العقارات تاع العاصمه وفي اغلى الاحياء. يعني العقار تالي في حيدره وفي دوك شويه اللي وداهم ولد هذا البوشي. كل العقارات كانت جات عن طريق خالد ولد تبون. كانوا قضاة وداخلين في لافير، مي ولد تبون اللي كان باباه وزير السكن كان ينافيقي له ويجيب له الفيلات. وهذيك البورصه اللي هضروا عليها قال لك عطاه ساشيه كحله وفيها قرعه ريحه، لا حبيبي هذوك القرعه كي تكون الساشيه كي تكون دايره غير كيما هاك معمره اللي بيت 500 تاع الاورو حبيبي، هذيك راهي في مئات الملايين تاع الاوروات. هذه موش بي تاع 50 ولا تاع 20 ولا تاع 10 كي يكونوا مرقدين لك مبريسيهم لك الداخل. راك تتكلم على واحد مدخل 700 كيلوغرام تاع غبره، ما يتعاملش ب 20000 اورو 100000 اورو 1 مليون دورو، ما يتعاملش ب 1 مليون دورو اللي راك تهضر عليه جاي ب 700 كيلوغرام. الشحنه هذه اللي طربق بها اوروبا كاع، هذه تسني في بها لافريك والاوروب 7 قناطر. المهم كانت هي الاخرى في الملف وفي لي ديكلاراسيون ادات دراهم، وكانت تدي في دراهم بصح قلعوا اسمها ديريكت. سياتي اليوم، راه جاي النهار، تبعوني مليح، تبعوا مليح شو راني نقول لكم. راه جاي النهار اللي غادي كمال شيخي المدعو كمال البوشي بعد سقوط طبون سيدلي لكم بتصريحات حول الشيخ بلا الزهراء يشيب أو تشيب رؤوسكم، الراس تاعكم يشيب. غادي تسمعوا تصريحات الراس تاعكم ينبت فيه التيفليليس الروجي الأصفر. هذه باش ديروها مليح في ريسانكم. هو واش بزنس لك دروك؟ علاش خلق لك الصراع مع المغرب؟ هنا وين نحطوا المارطو. علاش خلق لك الصراع مع المغرب؟ هو فهمك عفسه. لابد ولازم، وهذه اوبليجي لا غالب، حتى يبقى النظام لابد ان يخلق لك عدو وهمي باش تبقى انت لاصق في هذاك العدو الوهمي وتبقى تسيبورتي فيه. تعرف هذاك اللي يقعد باباك يقعد يدير كل يوم يخوف فيك بالغوله، والغوله ما كاش، يقول لك روح ترقد دوك تجيك الغوله، روح دير هكا، راه يدير لك نظام. وغدوه يفريها مع المغاربه يعاود يدورك ليبيا، ومن بعد يدورك المالي، ومن بعد يديك لموريتانيا، ويقعد يدور لك غير ثم، يدور لك غير ثم. والبارح كان يحكي لك على الباديسيين ويحكي لك على الزواف والقبائل دايرين وعاملين، ومن بعد يديك ملهي ويقعد دايك جايبك باش يشتت لك الافكار تاعك ويخليك توجو عطاشي في هذا العصابه. المهم ماهوش الاخر، نرجعوا الى القضيه تاع الطبيبين وجماعه الطبيبين. قلت لكم بوعلام اللي هو اول اللي فتحنا به الملف ولا السيجي هذا اللي كنا نتكلموا فيه. بوعلام هو المستشار القانوني تاع تبون، ومن اقوى المستشارين تاعو، باش نعاودها لخوتي باش نكون صريح معكم، من اقوى المستشارين تاع الطبيبين هو بوعلام وذيب وخبيث، وداروا له شحال من حفره ونجا من هذا الحفر، لانهم كابرين كاع في التحراميت، لانهم كاع كامل ولاد انيطه وخارجين من راسها واحده ومن مله واحده. المهم بوعلام قلت لكم واش كان يخدم، هو اللي كان ماسك الجهاز تاع التنصت، وحكيت لكم كيفاش كان مع جهاز المخابرات هو اللي كان ماسك اجهزه التنصت، ومن بعد اجهزه التنصت راحت كل جهه في تفركت هذاك الجهاز، ومن بعد راح الجهاز هذاك تبع وزاره العدل. وزاره العدل بوعلام في هذيك المرحله في بيريود تاع السعيد بوتفليقه هو اللي كان في وزاره العدل، هو اللي كان ماسك هذا الجهاز تاع التنصت، ولكن ما كانوش عارفين باللي كانوا كاع مسجلهم من السعيد بوتفليقه لتبون المرتبون كاع التليفونات نوامر تاعهم كاع كانوا تحت يده.
هو ما غاديش يروح يسجلك انت ولا يسجل اي واحد مواطن عادي. ما هو كان كلش في الطابلات، كلش معمر في الطابلات كامل ولادهم. المهم يجي بعد هذه المرحلة يجي الحراك. بوعلام كان منسحب، كان في الخفاء تحت الطابلة مع القايد، ومبروتيجي روحه. هو كل المكالمات تاعهم والتسجيلات تاعهم ماهيش في الجزائر باش ديروها مليح في رصاكم. كامل اللي شد عليهم ماهوش في الجزائر، كامل راه برا، كامل اللي شد عليهم على قيادة الأركان، على توفيق عليهم. قلت لك كاع نوامر كانوا في الطابلات، ولاش كان يفوت تحت يده. وكان فيزيو مسيب لهم كاع ملزي مدير تاع الكلوب دي كاع كلش. بعد ما جا تبون جابوه العصابة، حطوه. أول واحد أشار إليه تبون أن يكون ذراعه الأيمن هو بوعلام. أبا كون يتقعر بوعلام هو تبون ويدخلوا في صراع، تسمع الكوارث حول تبون وحول عائلة تبون وحول الخماج تاع تبون، لأن تبون أكبر خامج عرفته البشرية. باش نكونوا في الصورة، أكبر خامج. كاين الناس بزاف اللي ما يعرفوش بلي تبون يعطيها قتلة الزطلة، يزطل سكرجي. هذيك سكرجي هذيك هو بروحها خارجها طايطاي ماهوش مخبيها، زطايلي وعفن. ما تشوفش هذيك ليماج اللي يقدموها لك في التلفزيون، ما تشوفش هذيك ليماج اللي يمدوها لك في لاتيلي، باسكو هذيك ليماج يمدوها لك في لاتيلي بيان سور راهي قابل في شعب ولا في بوسبوع ولا. اما العفن اللي عايشين فيه هما حاجه واحده اخرى. المهم دقيقه نجيب بريك. بعد كي جا تبون جاب معاه بوعلام وحطه على كمستشار. زاد جاب معاه اللي كان يرفد له لي طاخت، لي طاخت ويدير له لي زانيفرسير اللي هو عبد اللطيف بالقايم، وكان دقا العام لاصق له في كعالته. زاد جا عطاه مكلف في الفيسبوك. ايماجيني نتايا نقول لك حاجه تدوخ. ادمين تاع تبون يخلص 50 مليون في الشهر. اخدم ادمين ذوبه برك ما قعدت تصاهد هنايا وتهايط عندي. ادمين اللي حاكم لتبون تويتر وحاكم له الفيسبوك اللي هو عبد اللطيف بالقايم، وتعرفوا عبد اللطيف بالقايم، كتبوا عبد اللطيف بالقايم في جوجل يخرج لكم. زايله من الزوايل تاعهم. هو بالمناسبه حبيب انتيم تاع صاحب انتيم تاع عبد القادر جريو، وصاحب بن عمار، وصاحب انتيم تاع العديد من الناس اللي راكم تشوفوا فيهم في التلفزيون. مأنتم معاهم، مأنتم نروح بالروح معاه، مأنتم هكا باش ما يهفوكش. هذاك يضرب 50 مليون بالمنصب تاعو اللي مكلف بالاعلام في رئاسه الجمهوريه. هو حاكم سيت تبون ما على بالش راه يكتب له في الاخر. وهذاك العام هو طايح على المغاربه. كنا نلعبوا في البالون كاع العام، المركوبيت يروح يسب المغاربه، يقعد يشر عليهم ويمعني عليهم. ولا حتى القيمه تاعك يا تبوني ما عندكش انت اصلا، زاد دكها لك تحت الارض، زاد دك لك هذيك الاخر تحت الارض بهذيك المستوى اللي يكون سواديزون رئيس جمهوريه ولا كذا يكون عنده الحساب تاعه راقي في التويتر. لما يحط امور راقيه تنأى بمنصب زعما سواديزون تاع رئيس ولا تاع وزير ولا. انت ردك على بالك باللي واحد حل فيسبوك جديد ما يكتبش ديك الكتبه اللي يكتبها لك في الفيسبوك وفي التيك توك. الفيسبوك تاعه رده دار فيه قيطون ورده للجنايز.
او مات فلان الله يرحمه ويوسع عليه، او راه عندكم السبوع روحوا تحضروا، او راه الربعين تاع فلان روحوا جيب مغرف تاع جيب مغرفتك وروح تاكل الطعام، او جيب ما تنساش تجيب معاك تجيب المعاونه روح تعاون جنرال فلاني مات، جيب معاك الاخر زلافه تاع طعام مثل طعام وفخذ ورواح. راه كاين الجنازه يروحوا يدخلوا للتويتر تاعه تصيبوا غير الجنايز ما كان قال درنا، ما كان قال هواش خدمنا، ما كان انجازات تاعهم اللي على ارض الميدان ينشروها في تويتر تاع تبون، ولا غير الجنازه وروحوا دخلوا. يا انا راه بلوكيني لو كان ندخل قدامكم تلقاهم بلوكيني، راه بلوكيني في تويتر. عمري ما علقت عنده، حطيت لكم كابتشر في فيسبوك، عمري ما علقت عنده، عمري ما قلت له لا صباح الخير لا مساء الخير لا 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 لا, لا يعطيك مصيبه، ما عمري ما علقت عنده. جيت واحد النهار بانت لي عليه بغيت نضرب طلاش راهم حاطين في تويتر لقيته راه بلوكيني، حتى دخلت من كونت واحد اخر لقيت السيد نضل خابطني ببلوك اسي مهر. هو شوف كي بهدلك، هو تبلوكي واحد حراقو، هذا هو المستوى. وقاعد العام هو عسني، وقاعد العام هو هذا عبد اللطيف يبي الزيله عم ضربونا في سينيال. شفتوا ولا ما شفتوش؟ غادي نهبط اللايف نعاود نطلع خوتي، راكم تشوفوا السينيال، راكم تشوفوا فيه بعينيكم ما درت حتى حاجه، راكم تشوفوا في السينيال ماك تشوفوا الفوق. راكم تشوفوا في السينيال هذا، نهبط اللايف ونعاود نطلعه.